سوكاس مباركي سوكاس ماينو سوكاس يهودان كما السنة الماضية يعني كان الدورة الماضية لقت واحد الإقبال جماهيري كبير وإقبال ديال العائلات ديال مدينة أكادير ونواحي ديال مدينة أكادير. كاين واحد الإقبال كبير على البرنامج الثقافي ديال إيدي الناير. كنتمناو هاد السنة نزيدو نطورو من الأنشطة ونزيدو نعطيو الفرجة أكثر ويكون الرواج أكثر للناس اللي كيجيو واللي كينتظروا هاد الاحتفالية بالسنة الأمازيغية اللي كتمتد على مدى يعني 5 أيام. هاد الدورة اللي الجديد فيها هو إن شاء الله دعوة لجميع الساكنة ديال مدينة أكادير بما فيهم طلبة المدارس والمدارس الحكومية والمدارس الخاصة أن يجيو ونعطيو اللباس اليوم ديال اللباس الأمازيغي في مدينة أكادير في لاكورنيش ديال أكادير اللي غادي يتم فيه عرس أمازيغي كبير وبالتالي غادي يكون يعني فقرات تنشيطية كبيرة، فقرات ديال الموسيقى يعني الموسيقى الأحواج ولا الموسيقى الشلحيد ان شاء الله اللي راه كيحضر كران يعني الجمعيات المجموعه نتغششت اللي راه ديالك من تغششت باش تنشط المساليات. اذا العرس الامازيغي يعني راهي تنطلقيه المسافه يعني قرب شويه، وكنتمناو هذه دعوه للساكنه ديال مدينه اكادير انه يستجبوا ويجيو ويحضروا معنا باش ندوزوا هذه الايامات ان شاء الله يكونوا زوينين ان شاء الله. زائد المنصات الكبرى اللي غادي تساهم بهم جمعيه تيميتار، المنصات الكبرى اللي غادي تكون في انزا تيكيفين زائد ساحة الأمل، زائد يعني الاحتفالات اللي غادي يكونوا في أنزا، زائد احتفالات اللي غادي يكونوا في السينما الأمازيغية اللي غادي يكونوا داخل المركبات الثقافية، أيضا أفلام في صحراء، المعرض ديال الصور الفوتوغرافية، الموكر اللي غادي يكون أيضا في ممر ايتسوس، زائد فرق موسيقية أمازيغية، زائد بن زيدون اللي غادي تكون فيه دائما السوق اللي هي القلب النابض ديال هذا المهرجان كله اللي غادي تعرض فيه المنتوجات ديال التعاونيات النسائيه وايضا المعرض ديال الغرفات الصناعه التقليديه ديال جهه سوس مسا، حتى هما اللي تزامنا مع هذه الاحتفاليه الكبيره ديال ايد النار غادي يساهموا حتى هما بالمعرض ديالهم الكبير اللي غادي يكون في ساحه الوحده. اذا تنتمناو هذه السنه تكون سنه فرح، سنه الخير والهنا على ساكنه اكادير وعلى الامازيغيين والمغاربه، وتنتمناو الرقي والازدهار للمدينه ديالنا والتمازيغ ينصر ربي اقليد افلاسي عفو ربي. نتمنى السنه الخير لهنا يكون لجميع يعني المغاربه والامازيغيين. شكرا.